شرق حمص. أيوة نعم. نعم، تم التخطيط لهذه العملية منذ فترة طويلة، وأنا من المشرفين والمخططين لهذه العملية مع الأخوة المقاتلين من مقاتلين في الجيش السوري الحر. فقد قامت إحدى الكتائب بعد أن جمعنا معلومات استخباراتية عن هذا المستودع ومن فيه من العسكريين والضباط ومداخل ومخارج هذا المستودع. وأنا منذ شهر ونصف أنا ومجموعة من الضباط الشرفاء نخطط لهذا الأمر. فقد قامت كتيبة من الجيش السوري الحر بمهاجمة هذه المستودعات الواقعة في مهين في الليلة الماضية، ووقعت اشتباكات عنيفة مع جنود العصابة الأسدية، وكانت نتيجة الاشتباكات عدد من الشهداء في صفوف الجيش الحر، ولكن الخسائر الكبيرة في صفوف الجيش الأسدي وصلت أكثر من 100. قبل قليل كلمني أحد الأخوة واطلعني على الوضع الميداني، قاموا المشرفين على هذا المستودع والعسكريين والضباط بالاستنجاد وحراس المستودع بالاستنجاد بطلب مؤازرة. فأرسل لهم 3 طائرات هليكوبتر من مطار الشعيرات القريب من البلدة، ولكن الحمد لله تمت العملية بنجاح، وانسحب أبطالنا من الجيش السوري الحر، وقد أخذوا أكثر من نصف المستودع من الذخائر والأسلحة، وسنعتمد من الآن وصاعدا على قدراتنا الشخصية، فليحاصرنا العالم وليقف جميع المتخاذلين عن نصرتنا، فسنخرج السلاح من تحت الأرض ونقاتل هذا النظام الله أكبر. إذا أنتم أخذتم بالأسباب يعني مهمة حتى نستمر ربما، وهذه الحالة هذه العملية النوعية لو أخذناها كنموذج مصغر لما نتحدث عنه في حلقتنا، أنتم أخذتم بالأسباب ويعني خططتم لهذه العملية كما قلت منذ فترة طويلة، ونجحتم بفضل الله عز وجل أيضا بالحصول على نصف ما يحدث في أو نصف الذخيرة والأسلحة المتواجدة في مخازن الأسلحة هذه في منطقة مهين جنوب شرق حمص، وليست في منين في ريف دمشق. إذن هي في جنوب شرق حمص. إذن أنتم لستم بحاجة إلى تدخل خارجي ودعم غربي، وإنما كما قلت ستحصلون على الأسلحة من تحت الأرض، وستستولون على مخازن الأسد المليئة بالأسلحة التي تأتيه من روسيا والصين. مهيمن، يعني إذن يعني احكي لي عن الأسلحة اللي أنتم أخذتوها، شو هي نوعيتها؟ شو هي لشو ممكن أنتم تستخدموها في الأيام القادمة، ولا هي معلومات ربما ما بتحب تطلعنا عليها؟ أخي غالب، لا نريد أن نذكر أنواع الأسلحة على وسائل الإعلام، لأن وسائل الإعلام وكما حذرت منذ يومين على قناتكم الكريمة بأن الموضوع الإعلامي أصبح وبالا على مقاتلين الجيش السوري الحر، من استعراض القوى وتصوير الكتائب واستعراض حتى الأسلحة. هذا الأمر نتحفظ عليه، لكن أقول لك إن ما يعيقنا أو يجعلنا لا نفكر بالهجوم هو التزامنا بالقرارات الدولية واحترامنا للقانون الدولي. أما وقد القانون الدولي لا يحترم دماء السوريين سنضرب بقوة بيد من حديد، وسنقوم بالسيطرة على ما يتوفر لنا من مخازن سلاح. والأمر الآخر الذي يعيقنا، لا نريد أن نقتل العسكريين الذين هم في المستودعات والذين يقومون بالحراسة ولا يهاجمون أبناء شعبنا. نعم، إذا أنت حتى لا يفهمك غلط، حتى لا يفهمك المشاهدون خطأ، إذا سمحت لي، نعم، إذا بقي العالم متخاذل بهذه الطريقة والحصار الخانق يلف سوريا ويسد جميع منازل الأسلحة، نحن قادرون على استخراج الأسلحة من المستودعات التي يقتلون بها أبنائنا. أود أن نعم أخي، بس أود أن أنوه إلى موضوع دير الزور والبكمال وغيرها. هي مظلومة إعلاميا حتى على الصعيد العسكري وحتى على الصعيد الجيش السوري الحر وعلى الصعيد حتى المظاهرات. البارحة قتل 16 شهيدا في دير الزور. نعم. وكلموني الأخوة وطلبوا مني الحديث عن هذا الموضوع. أتمنى من قناة بردة الاتصال بالقادة الميدانيين العسكريين سواء أو حتى الناشطين. نعم، سنحاول إن شاء الله. تم استيلاء بلحظة بس. نعم. تم استيلاء على مدرعة في شارع بورسعيد ولم يذكرها الإعلام. ما شاء الله. وعندما حوصرت بابا عمرو انتفضت دير الزور ودمروا 3 مدرعات بالقرب من المشفى العسكري. أتمنى منكم
نعم. التسليط الضوء على جميع العمليات العسكرية في جميع أنحاء سوريا. جميل جدا، أشكرك جزيل الشكر الرقيب الحقوقي مهيمن الطائي، عضو المكتب الإعلامي في الجيش السوري.